الا طحنا مع فرنسا ما غاديش نربحوا الماتش نهائيا، واخا نكونوا فرقه ما عرفتش كيفاش دايره ما غنربحوش الماتش. علاش؟ هادشي غادي تعرفوه في هذا الفيديو، وركزوا معايا مزيان. انا اكثر مواجهه اللي باغي نتفاداها في كاس العالم هي المواجهه ديالنا مع فرنسا. علاش فرنسا بالضبط؟ انتم شفتوا كاملين الاخوان السيناريو اللي طرا لينا في كاس العالم ديال 2022 اللي الغالبيه ديال المغاربه تفرجوا فيه. الا عقلتوا مزيان في المواجهه اللي كانت ما بين المغرب وفرنسا، كانوا عندنا اصابات بزاف، خصوصا من مورا المباراه ديالنا مع البرتغال. المهم هي فاش رومان سايس في بدايه المباراه خرج، وانا من الناس اللي كنت كنقول علاش سايس خرج. سايس خرج لانه فرنسي، لان كاينين بزاف ديال اللعابه الاصول الفرنسي ما كانوش باغيين يلعبوا في ذاك الماتش. علاش ما باغينش يلعبوا ضد فرنسا؟ هذه الاولى. وانا خايف من هذه القضيه. الركراكي فرنسي، هو عنده اصول مغربيه ولكن راه فرنسي، عنده الولاء ديالو والجنسيه ديالو فرنسيه، والجنسيه زعما هو مغربي مي راه فرنسي. دابا غير بداو تفهموا معايا، الله يحفظكم الاخوان. المهم تلعب داك الماتش، فرنسا ربحاتنا، حيدوا لينا جوج بيلانتيات، المهم ماشي مشكل. ولكن امتى كان المشكل؟ امتى بديت انا دخت؟ هو فاش الرئيس الفرنسي ماكرون هبط الفيستير عند اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي. انت كرئيس ديال البلاد الخصم ديالنا علاش تهبط عندنا؟ هذه رساله مبطنه من التحت ديال الا ربحنا حنا فرنسا بحال اللي نتوما ربحتوا المغرب. هي راه دايره قالب بحال هكا، بحال اللي لاح عليك، بحال اللي لاح عليك، بحال اللي كيقول لك هذيك اللعبه بلا ما تربحونا نطيحوا معاكم ما خسروا. علاش فرنسا فاش عرفت راسها طايحه مع المغرب عرفت راسها مآله، عرفت راسها مآله. وانا هادشي اللي ما باغيش. انا ما كرهش انا كمغربي نوجه رساله للمنتخب ولا الناس اللي قايمين على هذا المنتخب، الله يرضي عليكم الله يحفظكم، احترمونا ولعبوا ماتش وبعدوا السياسه والبوليتيك وداك الشيء. لعبوا ماتش رجال مع هاد فرنسا، هادي لعبوا ماتش رجال مع هاد فرنسا. خلينا نربحوا هاد فرنسا الله يحفظكم، خلينا فرنسا ما تلعبش عليكم فرنسا. بغينا نربحوا هاد الماتش. انا ما بغيتش نقول هضره بزاف، بغينا نربحوا هاد الماتش. انا بغيت نقول هاد اللعابه اللي غيلعبوا معنا في هاد المنتخب طيح معكم فرنسا، لعبوها صاحبي، لعبوا. انا فاش عرفت راسي راه طيح مع فرنسا، راه فرنسا واعره، راه منتخب واعر، وغير لعبوا كوره وبينوا لينا انكم فريمون تقاتلتوا كما شفناكم مع هولندا. ديك الساعه راه ما نهضروش الا ربحاتكم فرنسا ربحاتكم، عيش فرنسا هذيك عاوتاني منتخب قوي. ولكن الخيبه هو انه كتبدا تشوف شي عوايج وشي سيناريوهات بشكال، وهادشي حنا اللي ما بغيناش. انا بغيت اللعابه ديال المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله. هادشي اللي ربحنا كندا، هادشي اللي كنقول لا ربحنا كندا، راه كندا راه صعيبه، كندا راه حتى هي راه باراج. هادشي الا فتنا داك الباراج ديال كندا فما علينا. كنتمنى انهم يلعبوا رجال، وكنتمنى انهم يربحوا. الا فرنسا هي براسها تاهل زعما الربع، كنتمنى ان كنقول لكم خصنا نتعروا منهم، لانهم ملي حيدوا لينا الحلم ديال الفينال. هذه الاولى. ثانيا خصهم يدخلوا داك الماتش بديك العقيده وديك العقليه ديال غندير نربحوا. وانا تاق في وهبي، انه وهبي عارف، وهبي مدرب واعر، وترى بينوا لينا اصلا وما نحتاج ان نبقاو نهضروا في هذا الموضوع. وهبي واعر ديال بصح. فانا عندي تخوف واحد، انا ما بغيتش السياسه تدخل في هذا الماتش، صافي البوليتيك ما بغيتش تدخل في هذا الماتش هذا بالضبط. ما بغيتش المغاربه يتقهروا، ما بغيناش نبقاو نشوفوا دوك السيناريوهات اللي شفناهم في قطر. انا كون ما شفت داك الفيلم ديال ماكرون فاش هبط ودوك البلانات دوك اللعيبات، كنت نقدر ما عمرني ملي شفت داك المنظر خاصك نتسائل كيفاش. هادشي اللي كاين.